يعني إيه حالة نفسية؟ في علم النفس العصبي الحالة النفسية هي ناتج تفاعل 3 أنظمة مع بعض: الجهاز العصبي والجهاز الحركي والنظام المعرفي. يعني إيه؟ يعني إحساسك الحالي عبارة عن جسمك زائد تنفسك زائد الصور والأفكار اللي شغالة في دماغك. الحالة النفسية بقى مش صفة دايمة، يعني أنت مش شخص عصبي، أنت دخلت حالة عصبية. مثال واقعي: نفس الشخص في الجيم بيكون واثق وقوي، وفي مقابلة عمل متوتر ومهزوز. هل شخصيته اتغيرت؟ لا، الحالة هي اللي اتغيرت. ويليام جيمس مؤسس علم النفس الحديث بيقول إن الجسم بيسبق الشعور مش العكس. تعال نبسط الشرح أكتر. أنت مش دايما نفس الشخص، مش علشان شخصيتك بتتغير، لا، علشان حالتك بتتغير. زي مرة تصحى مبسوط ومرة تصحى متضايق، نفسك هو بس الإحساس مختلف. ده اسمه الحالة النفسية. ليه الحالة النفسية بتتحكم في قراراتك؟ العقل الواعي مسؤول عن التحليل، أما الباطن مسؤول عن القرار. والعقل الباطن ما بيسمعش المنطق، بيسمع الإحساس. علشان كده نفس الفكرة وانت في حالة ثقة بتكون قرار جريء، بس لو في حالة خوف بتكون انسحاب. انت مش بتندم على قراراتك، انت بتندم على الحالة اللي أخدت فيها القرار. في دراسة في جامعة هارفارد بتقول إن 95% من القرارات اليومية بتتم بشكل لا واعي. تعال نبسط الفكرة أكتر. الحالة النفسية زي نضارة أنت لابسها، لو النضارة سودا كل حاجة تبان وحشة، لو النضارة صافية كل حاجة تبان أسهل. زي في الامتحان، وانت هادي بتحل، وانت متوتر بتنسى كل حاجة. تعال بقى نفصص مكونات الحالة النفسية الثلاثة. أولا الجسم. وضعية جسمك بتبعت إشارات مباشرة للمخ: كتاف نازلة لتحت يعني ضعف، صدر مفتوح وراس مرفوعة يعني ثقة. في دراسة برضو بتقول إن وضعيات القوة لمدة دقيقتين بترفع التستوستيرون وتقلل الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر. ثانيا التنفس. التنفس هو الزرار الوحيد اللي بيدخلك مباشرة على الجهاز العصبي اللا إرادي. نفس سريع يعني خطر، نفس عميق وهادي يعني أمان. علشان كده القلق نفس سريع، والتأمل نفس بطيء. وعلى فكرة تقنيات التنفس دي بتستخدم في الجيش والقوات الخاصة وعلاج اضطرابات القلب. ثالثاً الصور الذهنية. العقل الباطن ما بيفرقش بين تجربة حقيقية وتجربة انت متخيلها بوضوح. انت لما بتتخيل موقف محرج جسمك بيتفاعل كأنه حصل فعلا. دراسات كتير بتقول ان نفس مناطق المخ بتنشط سواء في التخيل او في الواقع. تعال نبسط الفكرة اكتر. الحالة النفسية بتتكون من 3 أجزاء، لو لعبت فيهم الحالة تتغير فوراً. الجزء الأول الجسم. جسمك لما يكون واقف مفرود وصدرك مفتوح دماغك يقول أنا قوي، لكن لما تبقى مكركب كده وباصص في الأرض دماغك يقول أنا ضعيف. جرب دلوقتي، اقف مفرود 10 ثواني، بعدين اتني نفسك وتكركب في بعضك كده 10 ثواني، هتحس بفرق من غير ما أقولك حاجة. الجزء التاني النفس. النفس زي ريموت، لو بتتنفس بسرعة الدماغ يفهم فيه مشكلة، لو النفس هادي الدماغ يقول تمام مفيش خطر. علشان كده لما تخاف نفسك يسرع، لما تهدى نفسك يبطل. الجزء الثالث الصورة اللي في دماغك. دماغك مش بيعرف دي حقيقة ولا خيال، هو بيصدق اللي انت بتشوفه جواه. زي لما بتتفرج على فيلم رعب مثلا، قلبك يدق وتتوتر مع ان انت عارف ان مفيش حاجة حصلت بجد. تقنية زرار الحالة ده بيكون مبني على الروابط، يعني أغنية بتساوي ذكرى، عطر بيساوي شخص، مكان بيساوي إحساس. تقنيات الربط العصبي مستخدمة في العلاج السلوكي وعلاج الصدمات والتدريب العسكري. طيب أتحكم إزاي في حالتي؟ أنت عندك زرار سحري بس محدش قالك عليه. الزرار ده حركة زائد إحساس حلو. خلينا نلعب لعبة. غمض عينيك، افتكر موقف كنت فيه مثلا شجاع، مبسوط، قوي، أي موقف. خلي الإحساس يكبر وشوف الصورة أوضح. اعمل حركة وانت حاسس بالإحساس الحلو ده، اضغط على صباعك أو اعمل قبضة بإيدك، بس اختار حركة واحدة بس. بعدين سيب كل حاجة وافتح عينيك وفكر في أي حاجة تانية. دلوقتي جرب اعمل الحركة بس وشوف الإحساس بيرجع ولا لأ. هنا دماغك اتعلم الحركة دي بتساوي إحساس حلو، زي لما تسمع أغنية تفتكر بيها ناس معينة. ليه التمرين ده بيشتغل فوراً؟ لأنك بتنشط الذاكرة الشعورية، بتخلق مسار عصبي جديد وبتربط الحركة بالإحساس، ومع التكرار المسار العصبي بيقوى. وخليك فاكر العقل بيتعلم بالتكرار. تحذير أخلاقي وعلمي: العقل مش بيميز نية، هو بيميز تكرار. علشان كده ما تربطش حركة بمشاعر سلبية، استخدمها بس للحالات الإيجابية. باختصار دماغك بيحب التكرار وبيتعلم بالربط. انت علمته حاجة جديدة مش أكتر. الخلاصة انت مش محتاج تتحكم في الحياة، انت محتاج تتحكم في حالتك. يعني انت مش محتاج تغير الدنيا، غير إحساسك، ولما إحساسك يتغير كل حاجة بتبقى أسهل. وافتكر دايما انت حرفيا ماسك الريموت، بس انت كنت فاكر انه مش في ايدك.